اخيرا حلم حياتي بيتحقق يا جماعه، مطبخي هيتجدد. يلا نشوف التجديدات وقولوا لي ايه رايكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده انا جايه اوريكم حاجه الحمد لله ربنا كرمني بيها بعد سنين طويله، بعد فتره معاناه، يعني ممكن لكم 4 5 سنين انا بعاني فيها. فلما جات لي دلوقتي حاسه ان، يعني مش عارفه اقول لكم كميه الفرحه اللي انا فيها، او مش عارفه اعبر اكتر من كده. فيلا بينا اوريكم اللي انا عملته. بسم الله. اول حاجه زي ما انتم عارفين البوتاجاز بتاعنا موجود بحاجته وانا منضفه والدنيا تمام، وان شاء الله ده لحد ما نشوف له حاجه كده مش عارفه ايه هي، بس هنشوفها. بصوا بقى المفاجاه. تا 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 تا، ركبنا الرخامه. ايه رايكم؟ والله العظيم جميله الحمد لله. ايه رايكم؟ اخيرا الحمد لله الحمد لله كده اقدر اوريكم المطبخ بتاعي بعد ما جبته كده اهو. هو يا دوبك كده، يعني حاولنا نلاقي اقرب لون للمطبخ ده. انتوا كنتوا عارفين ان احنا جايبين ده الاول، بس جبت لها المطبقيه دي الصغيره كده، حاجه بسيطه. ثانيه بس نشيل القماشه دي عشان كنت غسله. بس كده. هقولوا لي ايه رايكم كده. انا حاولت اروق على قد ما اقدر وشيلت كل الحاجات دي، فمفيش حاجات كتير على الرخامه يعني زي ما انتوا شايفين اهو. قولوا لي ايه رايكم. الحمد لله انا مبسوطه جدا جدا. الحمد لله ان ربنا كرمني، الحمد لله والله. يعني فرحتي مش عارفه اقول لكم، مش عارفه اوصف لكم الفرحه، والله مش عارفه اعبر. لان ممكن الناس تفهمها حاجه بسيطه وايه اللي انتي فيه ده، لكن بالنسبه لي دي حاجه كبيره. دي حاجه انا كنت بتمناها بالسنين عشان تيجي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولوا لي ايه رايكم بقى. تستاهل الفرحه ولا لا؟ لما يبقى فيه نظافه، وهنزل لكم برضو في اخر الفيديو هتشوفوا قبل كانت عامله ازاي، لما يبقى فيه نظافه كده وحاجات حلوه كده، ولا لما مبقاش فيه اصلا والرخامه يعني حاجه مقززه بصراحه. يعني حاجه انا مكنتش حاباها خالص. الحمد لله مفيش غير شويه المواعين دول لسه غاسلينهم، ان شاء الله نوضبهم كده. كده ايه رايكم؟ طبعا حطيت البراد ده، ابني قعد خد الغطا يلعب بيه، بس انا حابه شكله مع مع البرواز اللي ورا. دي حله صلصه عادي ملناش دخل، احنا من اهم حاجه البوتاجاز بتاعنا نظيف والدنيا تمام زي الفل. مفرش السجاده دي اصلا. هنا بقى عايزه اجيب ستاره، لسه هشوف مقاس او هتصرف ازاي احط له الستاره هنا، مش عارفه يعني. ان شاء الله الله المستعان وهنشوف باذن الله. نغير الركن ده طبعا، هغيره خالص لان مش عاجبني الركن ده مش عاجبني خالص. ان شاء الله برضو، بس واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده ان شاء الله اغيره. قولوا لي بقى ايه رايكم في الشكل النهائي. اشوفكم على خير وفي امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.